وقت، سريعة وسهلة، مش هتاخد منكم وقت، وعملناها في حلة واحدة وطعمها رهيب. جربوها. معلقة زبدة، زيت زيتون او زيت عادي، بصل، توم. هشوح كده البصل مع التوم على نار هادية. هضيف الطماطم، هحط كمان فلفل حار، معلقة كبيرة من المرقة السريعة، أي نوع مرقة فراخ أو خضار. على نار هادية هشوح كل الحاجات دي مع بعض الأول. كده تمام. هرفعهم من على النار وهفرمهم كويس في المفرمة أو الخلاط. هحط كده الأول شوية حليب أو مية زي ما تحبوا، وهضربهم لحد ما القوام يبقى ناعم جدا. نفس الطاسة هنزل بالفراخ. دي صدور فراخ قطعتها لقطع متوسطة وشوحتها كده على نار هادية لحد ما لونها يتغير. بطاطس قطعتها وهضيفها على الفراخ. ممكن تزودوا كمية البطاطس لو حابين أكتر من كده. هحط الملح، بابريكا، فلفل اسود، مش عاوزه احط توابل غير كده. هضيف عليها الخلطه اللي عملتها في الاول، اللي هي البصل مع الثوم والفلفل والطماطم، ودي هتديها طعم حلو قوي. بعد كده هحط كمان كوبايه كريمه، ودي اختياري، ممكن تحطوا مكانها شويه حليب ومعلقه زبده. هغطيها واسيبها تستوي على نار هاديه. هعمل معاها رز، ده رز بسمتي، معلقه خل صغيره، وهنقعه في الميه لمده نص ساعه. هحط الزيت، شوية شعرية يدوب بس تاخد لون ذهبي كده. هحط عليها الرز بعد ما غسلته كويس وصفيته من المية. هظبط الملح، حطيت شوية ملح، وعاوزين تزودوا مكعب زبدة كمان ممكن تعملوا كده. بعد كده هحط المية يدوب تغطي الرز بمقدار عقلة صباع، عشان احنا نقعناه قبل كده فمش محتاجين نزود كمية المية. كده تمام. هغطيه واسيبه على نار عالية لحد ما يشرب المية. هقلبه كويس من تحت لفوق وهدي النار. هغطيه الاول بورقة فويل، يعني احبس الحرارة كويس. بعد كده هحط الغطا وهسيبه 5 دقايق يكمل تسوية على نار هادية. كده خلاص الفراخ استوت كويس جدا. هحط كده شويه جبنه هتسيح على طول جوه الفراخ وهتديها طعم حلو قوي. الصوص ده كده لوحده طعمه رهيب. بعمل الاكله دي لما بحتار ما بيكونش عندي وقت، فهي سهله تعتبر كمان في حله واحده. ممكن كمان تزودوا مشروم لو حابين. وبقدم كده الطبق الرز ومع الفراخ بالصوص الرهيب ده مع البطاطس. وجبه حلوه قوي.